مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب تشيز كيك المقلوب بالبلوبيري. طريقة جدا سهلة وجدا خفيفة. تابعوني لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. ما تنسوا دعمي بالقناة والاشتراك والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس. ويلا مع بعض لنعمل أطيب صينية تشيز كيك. في البداية هون رح نجهز مع بعض البلوبيري. طبعا صوص البلوبيري رح أجهزه معكم المرة هاي. حطيت كوبين من البلوبيري المجمد بالإضافة إلى ربع كوب من السكر. أول ما بنبلش إنه يحس معنا بيدوب السكر رح أنزل ربع كوب من عصير الليمون. رح أبلش أحرك فيه بهذا الشكل. طبعا بمجرد عليت معنا الحرارة رح يبلش عنا السكر يذوب، ومثل ما انتم شايفين رح يصير بهذا الشكل. آخر شي هون دوبت معلقة كبيرة من معلقة الطعام بشوي من المي الباردة، وفورا نزلته عليهم. يعني المي الباردة ربع كوب، ما بدنا نكتر. طبعا هلأ لطبقة البسكويت استخدمت هون معي بسكوت الدايجستيف. طبعا صبايا استخدمت هون 100 جرام من البسكوت. طبعا أبدا ما بنستغنى عن هذا النوع من البسكوت. حطيت 100 جرام ودوبت عليهم 100 جرام من الزبدة المذابة، وحطيت عليهم هون معلقتين كبار من المي. طبعا هون مثل ما انتم شايفين طحنتهم عفوا كتير منيح على المطحنة على محضرة الطعام. وراح اجيب هون عنا صينية التشيز كيك. انا حبيت اني هون اعمل تشيز كيك المقلوب بصينية تشيز كيك واحدة، ما بدي اعدد الصحون. طبعا استخدمت المقاس الصغير. فرشت قاع قالب التشيز كيك بورق الزبدة. طبعا خطوة كتير مهمة حتى تتسهل معانا لما بدنا نيجي نقلبها. رح أرص هون طبعا طبقة. طبعا أنا قسمت البسكويت، قسمته معي لقسمين. طبقة رح نحطها بالأسفل، ورح أرصها مثل ما أنتم شايفين. رح أدخلها على الثلاجة لمدة نص ساعة بمسافة ما إنه تبرد معنا شوي. رح نجهز مع بعض هون طبقة الكريمة. حطيت هون 8 مكعبات من الجبن الكريمي أو جبن الحلويات. طبعا بالإضافة إلى ربع علبة من الحليب المكثف المحلى. طبعا ما بدنا نكتر. وحطيت هون باكيت من الكريم شانتيه، بالإضافة إلى ربع كوب من الحليب السائل البارد. طبعا رح أخلطهم كلهم على محضرة الطعام لحد ما يوصل معنا القوام ويصير معنا القوام كريمي. نتأكد من إنه الجبنة دابت معنا تماما. هلأ هون رح ننزل معنا طبقة البلوبيري. طبعا بعد ما طلعنا الصينية من الثلاجة رح نوزعها بهذا الشكل. طبعا صبايا هون بالنسبة لطبقة البسكوت لازم نعمل لها حواف، ورح أنزل عليها طبقة الكريمة. رح أوزعها بهذا الشكل، ورح بعد ما هون أفردها كتير تمام ما أوزعها رح أجيب الطبقة الثانية من البسكويت اللي رفعناه على جنب، ورح أوزعه بهذا الشكل. طبعا صبايا أنا بحب إني أعمل طبقة من فوق من البسكويت. في بيحبوا إنه لا يعني يكتفوا إنه يكون بس طبقة واحدة، ولكن أنا بحب إنه تكون عندي طبقتين. مقلوبة عفوا تشيز كيك المقلوب اللي عملتها معكم. حبيت إني أعملكم الطريقة تكون سهلة، أبدا مش مكلفة، وأبدا طريقة غير معقدة. طريقة جدا سهلة وجدا بسيطة. طبعا صبايا هيك صارت وصفتنا جاهزة لها اليوم. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية على قلوبكم. شكرا لحسن المتابعة.